هنا أول ما بوني بتهجم على ساترن على طول الكل يتفاجئ، هو ايه اللي بيحصل هناك؟ يقوم النايب مأكد تاني كمان مرة بأكد القديس ساترن دلوقتي موجود على الأرض بتاعت الإيج هيد، محدش يبص في وشه خالص. فهم كلهم ايه ده؟ هو ازاي وصل على الشط؟ امتى أصلا؟ ازاي جه هنا؟ فقعدوا يجروا وبعد كده هم باصين كده، طب ايه النار الزرقاء دي؟ طب جروسي هنا ده الأدميرالات ما بيتحركوش غير بإذنهم، دول أعلى ناس، واحد بمقامه جاي عندنا هنا؟ طب ايه اللي بيحصل هناك؟ عمرنا ما شفناهم حتى غير في اللوح. هنا النايب ده بدأ يتحرك من نفسه عشان يشوف ايه اللي بيحصل هناك، ومع كل قوة الهاك اللي شغالة دي هنا بنشوف السيف المغروز في ساترن. كلهم بيقولوا لها انت بتعملي ايه يا بوني؟ انت فاكره نفسك بتعملي ايه يا بنتي؟ انت بتطعني جروسي، ده اعلى سلطات في العالم. جدعان كلكم روحوا هجموا عليها، خلصوا عليها مره واحده. كله وهو بيجري ساترن استنوا يا جدعان، ما حدش يتحرك، لو انا ما كنتش عايز اتخبط ما كنتش اتخبطت. وفجاه شغل حاجه غريبه كده خلاها تتصاب مره واحده، وقام ماسكها. هنا على طول سانجي جه ينقذها مره واحده، قال له انت غبي، وقام باصص له نفس البصه، قام سانجي مصاب وقع على الارض مره واحده وبقى غرقان في دمه. ده هاكي ملك جديد ده ولا ايه؟ قال ملهاش لازمه، وقام شايل السيف. فجاه الاصابه اللي فيه فجاه راحت والدم راح. فرانك قال ايه ده؟ الدم راح مره واحده؟ قام الجنود يلا قبضوا على فيجا بانك حالا وباقي اللي معاهم. قال لهم استنوا، مفيش لازمه ان احنا نستعجل، خليكم بس مستعدين. ودلوقتي غريبه عليك يا كيزارو يعني ان انت ما خلصتش مهمتك بسرعه وتعملها ببطء كالعاده. هاي كيزارو قال له انا اسف ما اقدرش اقدم اي عذر، ولكن اعذرني انا هفضل شويه كده مش قادر اتحرك يعني للاسف. قام باصص على لوفي وهو في حالته واقع على الارض كده، قام منشل عليه حاول ان هو يقتله. قال يلا نشوف. حاول يهجم عليه مره واحده، هنا على طول قام فرانكي قام ضارب لوفي عشان يطيره بعيد عنه على طول مره واحده. قال له فهمت، انتوا نوع من القراصنه اللي بيحاولوا يساعدوا بعض. قال له حتى واحد من على المتربعين على عرش العالم مهتم بالقائد بتاعنا. فقعد يتقن بس قبعه القش لوفي وبوني. للحق المشاركه بتاعتكم في المعركه دي ما كانتش متوقعه، ولكن لو مكتوب لكم ان انتوا تطلعوا من الجزيره دي اللي محاطه من كل ناحيه، فانا عايز اشوف هيحصل ازاي الموضوع ده. وانت يا فيجا بانك للاسف انك خنتنا. شكرا على كل اللي عملته للبحريه لحد دلوقتي. فيا ترى مين المفروض اخلص عليه الاول؟ قولهم لي بالترتيب، لاني عايزك وانت ميت في الاخر تبقى ميت وانت ندمان على كل واحد وانت شايفه بيموت. هنا بدا يشغل الهاك بتاعه ده، قام منشل على لوفي مره تانية. هنا بوني قامت فايقه تاني، حاولت انها تهرب ولكن قال ما اعرفش الناس دي بتعمل محرمات ليه دايما. حاول يقعد يكسر جسمها اكتر واكتر ويضغط عليها. هنا سانجي بيحاول يقوم ولكن فجاه بيقوم مشغل قوه غريبه كده تخليهم كلهم ثابتين مش قادرين يتحركوا. فالله في ايه يا جدعان؟ مش قادرين نتحرك، هو انتوا كل ده كلكم؟ طب ايه ده؟ قام فيجا بانك قال لو دي مش قوه فخلاص ده معناه ان دي فكت شيطانه هي اللي شغاله كده. هنا هي خلاص مش قادره تعمل حاجه. فيجا بانك يقول له دي بنت صغيره ما تقدرش تعمل حاجه. قامت هي قال له انت اللي قتلت ابويا، انت يا ساتر اللي قتلت ابويا. قال كوما هو اتولد عشان يكون عبد، هو من عشيرة عملت خطيئة كبرى في حق العالم، وهو الناجي الوحيد من العرق المنقرض بانكير. بدأ يضغط عليها وتعبت خالص ما عادش قادرة تتحرك. قعدت تفتكر بقى لحظات ليها مع أبوها وهو بيقول لها من ساعة ما كنت طفل كان نفسي أكون بطل أنقذ المضطهدين اللي بيعانوا زي النكا المحارب المحرر. هنا كله بدأ ينشل على بوني، وهنا هي عمالة تفتكر كلام أبوها وهو بيقلد رقصة نيكا لما يظهر زي دوم دون توتو دوم دون توتو. قعدوا يرقصوا هما الاتنين مع بعض. ومن هنا هي كانت ساعتها سألته طب هو هيجي يحررنا كمان؟ لا طبعا هيحررنا كلنا. من هنا بنرجع ورا ليوم ولادة كوما اللي أول ما اتولد قالوا إيه ده عيل كبير مع إنه لسه مولود. فوالله جميل، عيل جميل قوي. فأول ما اتولد أبوه راح قال للدكتور اللي والده بص يا دكتور ينفع بس ما تقول لهمش العيله بتاعتنا؟ قال له عارف تقلقش انا عارف اللي فيها مش هقول لحد بالموضوع دوت. قال له شكرا ليك والله. ولكن هنا عاشوا مع بعض فتره، ولكن بعد كام يوم بعد فتره لقينا ان في يوم الباب بيخبط. الدكتور انا اسف انا اسف اهرب حالا. قال له في ايه؟ ناس من الحكومه جم المستشفى. انا اسف والله انا اسف. هنا قام مصدوم مره واحده. فجاه قام الدكتور مضروب. الحكومه العالم دخلوا عليه انتوا عايزين مني ايه؟ اظن ان احنا عارفين وانت عارف بالظبط احنا عايزين ايه، اتفضل معانا. فكتفوهم كلهم. طب انا الوحيد اللي من العيله ديت، مراتي لا، سيبوا مراتي وابني ما لهمش اي علاقه بالموضوع. قاموا ضاربينه وقاموا ساجنهم كلهم. هنا كوما اللي كان دايما امه بتحاول تطمنه ولكن كالعاده اخدوا امه كعبده وابوه كعبد وكلهم اتفرقوا عن بعض. وابوه قال له نبقى اشوفك وقت تاني يا كوما خليك قوي. ومن هنا
بيبدأوا إن هم يشغّلوا كوما يستغلّوا جسمه الكبير ده، وكانوا بيعذّبوه وبيستهزئوا بيه دايمًا إن هو من العيلة المحرّمة دي، وينضرب ويتبهدل، لحد ما في يوم وهو قاعد مع نَفْسه كده عمّال يعيّط، أبوه بيعدّي فبيسمعه، قال له: "إيه ده كوما؟ ياه أنت كبرت يا كوما، أنت مُصاب." قال له: "طَب ما أنت كمان مُصاب." قال له: "لا، لا عادي ما فيهاش أي حاجة أنا كويس، بس أنت كبرت فعلًا، أنت عامل إيه دلوقتي؟" قال له: "أنا الراجل شغّال معاه كويس والله أنا حظّي حلو، حظّي حلو ما تقلقش." قال له: "طَب كويس." قال له: "بابا طَب ماما عاملة إيه؟ إيه أخبارها دلوقتي؟" هنا قام مصدوم كده شوية وقام قاعد على الأرض، قال له: "أمك ماتت." قال له: "نعم؟" قال له: "بُص هي دلوقتي في النعيم يعتبر، يعني أظن إن ده أرحم ليها بكتير إن هي تموت." هنا بدأ يصوّت ويعيّط، "طَب لمّا نموت إحنا كمان." قال له: "لأ أنا عايزك قوي وتعيش كده." قال له: "طَب ليه؟ ما هو الموت كان أرحم لأمي، طَب ما الموت هيبقى أرحم لينا إحنا كمان." قال له: "لأ المحارب المُحرّر هيظهر وينقذنا كلنا." قال له: "مين ده؟" قال له: "نيكا حاكم الشمس." قام واخده في يوم على جنب كده قال له: "بُص ده اسم المحارب الأسطوري اللي العشيرة بتاعتنا توارثت اسمه الأجيال، هييجي في يوم وياخدك لبحر الحرية تحت أشعة الشمس." قال له: "أنت متأكد؟" قال له: "أيوه، نيكا ده دايمًا بيضحك، هيخلّي الناس كلّها تضحك على نفس الإيقاع بتاع دُم دُم توتو، دُم دُم توتو." وهو بيسمّعه النغمة ديّة وعمّال يقلد الرقصة، هنا فجأة قام جاي واحد من التنانين السماوية قام ضاربه بالنار على طول، فجأة الضحكة دي قلبت بالدم اللي غرقان على وش كوما بدم أبوه. قال له: "اخرس، أنت بتعمل إيه دلوقتي؟" ولكن بتعدّي الأيام بنشوف في مرّة التنانين السماوية قرروا إن هم يعملوا فعالية يصطادوا البشر، فالراجل قال: "دلوقتي أنت ظهرت لفترة طويلة وده حدث هنعمله كل 3 سنين، بطولة الإبادة وهنبيد السكان الأصليين للمكان، والسنة دي هنعملها على جادو فالي، جزيرة مش تبع حكومة العالم، فهنخلص على اللي فيها وناخد منها عبيد ونخليها تحت حكومة العالم." وبالتالي راحوا فعلًا ومسكوا الناس بتوعها اكتفهم كلهم، فالملك قعد يقول لهم: "أنتم مجانين، عايزين تقتلوا الناس عشان تعملوا فعالية إبادة بشر، أنتم بتلعبوا يا جدعان." هنا فجأة واحد على طول قام طاير مرة واحدة وقام قاتل الملك ده بيطلع قديس جارلينج اللي كان رئيس الفرسان المقدسين. هنا وسط الزحمة دي وهم بيقولوا احنا عاملين عرض زيادة، احنا حاطين شوية عبيد هنلعب لعبة ان احنا نحاول نصطادهم. هنا كوما قام فاتح القضبان وقام طالع براها وقام ماشي. هنا وهم بيتمموا على العبيد 2 من الحكومة: "استنى ايه ده؟ في عبد هرب هنا، انتوا واقفين جنبه، ازاي ما خدتوش بالكم ان هو هرب؟ لغاية هو هرب من جنبكم فمسؤوليتكم ان انتوا تجيبوه دلوقتي، دوروا عليه." هنا هو قاعد ماشي مع نفسه كده وعمال يعيط مش مستوعب على كل الاذى اللي هو شافه في حياته. هنا الناس اتجمعت عليه تاني مره واحده: "انت عبيط يا، انت بتهرب ما تقدرش تهرب من هنا، بطل عبط تعالى معانا." قال: "لا مش عايز اجي تاني." "يا عم اخرس وتعالى معانا." "لا سيبوني انا مش عايز اجي معاكم، مش عايز ابعدوا عني، مش عايز اعمل حاجه تاني، ابوس ايديكم سيبوني بقى كفايه. يا عم موتوني ولا تودوني هناك، ما انا كده كده لو رحت هناك هبقى ميت. يا عم العط مش هيفيدك، بطل يخرب بيتك." عامل قعدوا يضربوا فيه لحد ما بتاع وقع في الارض. هنا ساسرن كان قاعد قالوا له: "خلاص اطمن." قبضوا على الطفل اللي هرب، ده الطفل اللي كان من عرق باكنير. هنا هم بيسحلوه عشان يرجعوه تاني قعدوا يقولوا له: "احنا ما نقدرش نهرب وخلاص كده، احنا 10 افراد لو واحد فينا هرب كلنا هنموت." هنا فجأة فانكوف قام ظهر قصادهم قال: "ايه ده؟ الطبق الرئيسي، الطفل اللي من العرق المحرم، انت فعلا ضخم، سمعت عنك ان انت عندك جينات من العمالقه." قال له: "طب ما انت اخويا عندك جينات من العمالقه." قال له: "لا في وشي بس على فكره. دلوقتي انتوا متضايقين ليه؟ يا عم اخرس عايزين نرجع بسرعه هنموت كلنا." قال: "هنقدم لكم عرض حلو، معجزه، لو جيتوا ورانا عندنا خطه، اختاروا انكم تعيشوا زي ما احنا اخترنا ان احنا نعيش، ايه رايكم؟" هنا كوما اتصدم، شاف اخيرا فرصه ان هو يهرب، ولكن على كده بتنتهي الحلقه. بس ده اللي كان الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.